بيبدأ الفيلم برسالة لشباب مصر بتحذرهم من المخدرات على أنغام طلي بالأبيض. الحقيقة بقى مش عارف يعني هل هم في الفترة دي كانوا بيقضوا مخدرات من قاعات الأفراح ولا إيه الحكاية؟ بنروح لأول مشهد من الفيلم مع البطل لطفي اللي بيكون قاعد على القهوة وبيشوف حميدة بيعد في فلوسه امبابلك كده وفاتح الشير للي رايح واللي جاي، فبيخش عليه لطفي عشان يقلبه في القرشين اللي معاه، بيعرف إنه جاي القاهرة عشان يشتري بهايم فبيشاور له على عربية في الشارع كده بشكل عشوائي ويقول له العربية دي بتاعتي تشتريها؟ بيقول له إن العربية دي موتورها 1000 حصان يعني يعتبروا بهايم برضه فما رحناش بعيد، بيقتنع حميدة على طول فبيطلع له أي مفتاح من جيبه على اساس انه بتاع العربيه ولسه هياخد الفلوس. تعمل ايه يا حرامي يا ابن الحراميه؟ دوريه تنادي العمليات، دوريه 2 تنادي العمليات. انا اول مره اشوف عربيه داخل لها خط ارضي. انت عارف سرقه عربيه في قانون العقوبات الجديد معناها ايه؟ 25 سنه مؤبد، هتفضل شان مؤبد لغايه ما تموت. ايه يا عم هو كان بيسرق العربيه ولا بيقتلها؟ بيحاول لطفي يستعطفهم ويحكي قصه مؤثره جدا وان واحده اسمها دلال هي اللي خلته يمد ايده على العهده واتسجن 3 سنين ولسه خارج النهارده، فبيتعاطف معاه الضابط ويسيبه. بيطلع ان اللي طب عليهم دول نصابين هم كمان. الفلوس حطوني بدل عرض. وبيكون زاهر مراقب من بعيد الموقف من اوله لاخره وبيتقبض على لطفي. بيخرج لطفي من الاسم بكفاله بتدفع له كوثر صاحبه زاهر، وبيتفقوا انهم يقسموا الفلوس اللي اتسرقت من حميده، وبيحصل بعدها تعاون مشترك بين زاهر ولطفي واي عمليه هيخشوها هتبقى النص بالنص. بيرجع لطفي الحاره بتاعته ويقابل امه بعد غياب 3 سنين. ايه يا حاجه انت بتستقبل ابنك ولا بتشهي على الملوخيه؟ وبعدين انا عايز اعرف ليه عشان نبين معاناه البطل والدقيقه اللي بيمر بيها بنطول له دقنه؟ يعني دي دقنه الصبح ودي دقنه اخر النهار. ده الحمد لله انه ما تجددلوش اسبوع حبس، كان طلع من الزنزانه بابا نويل. كفايه اللي عيني شافتك وايديا لمستك وداني سمعتك. والله انا حاسس انك بتطولي لايناتك في الفيلم مش اكتر يا حاجه. بعدها بيروح لطفي وزاهر حفله عاملها شكري بيه، وبيطلعوا بفكره ينصبوا بيها على الصعايده وهي انهم ينزلوا اعلان في الجورنال واللي عايز يسافر يدفع 1000 جنيه ويلم الفلوس ويخلعوا. طب ومش حرام عليكم الناس الغلابه دول؟ ده على اساس انك مش لسه منصصه في فلوس الراجل الصعيدي من مشهدين، ولا انت بقى مش عايزه تبقى عنصريه تجاه الصعايده بس؟ بتتوسط كوثر عند شكري بيه عشان يشغلهم عنده وبيديهم عمليه عشان يختبرهم فيها، وهي انهم يروحوا يرجعوا 4 مليون جنيه خدهم منه احمد الجباس وفتح بيهم مصنع، وبتدور معركه حاميه الوطيس بين الرجاله. عقباوي ده ابن حامي. شفت يا شكري باشا الهلافيت بتوعنا جايبين لك ايه؟ انا مش عارف هل انت كده بتشكري فيهم ولا بتذميهم؟ المهم يعني الشركه تحت امرك، سرقه، نهب، احتيال، توصيل المنازل. ده بقى يعتبر اول بريزنتيشن للاعمال الاجراميه في تاريخ السينما. بيرفضوا المبلغ اللي بيديهولهم البرنس وبيبقوا عايزين اكتر. احنا اللي دهنا الابيض اسود. انا اعرف بتاع دهنت الهوا دوكو، عبيتي الهوا في ازايز، الحاجات المستحيله دي، لكن فين الصياعه في انك دهنت الابيض اسود؟ يعني اديته كذا وش بقى مثلا ولا استخدمت في الحوار ده الوان زيت فالموضوع كان صعب؟ ايه الصعب يعني؟ المهم يا سيدي بيقفشوا 10000 جنيه وبيتفق معاهم شكري بيه على عمليه تانية، وهي انهم هيروحوا يكسروا اسوان بتاع مرشح في الانتخابات، فبيطلبوا منه انهم يفتحوا حسابات ليهم في البنك. تكون حسابات سريه يا باشا. ما اكيد هتبقى حسابات سريه، هو هيفتح لك حساب على التيك توك؟ بنشوف صوان لمرشح في انتخابات الاذاعه المدرسيه تقريبا وبيخش لطفي الصوان، هوب بيشيل لطفي واحد من الناخبين عشان يحطه هو شخصيا في صندوق الانتخابات. ما ده كان خارج اصلا لوحده، انت بتعرفه السكه مثلا؟ بمناسبه نجاحهم في العمليه دي بيعزمهم شكري بيه على حفله، ولكن احمد الجباس ورجالته بيعملوا دخول مفاجئ وبتدور العركه. بيفضل لطفي وزاهر يراقبوا الوضع لحد ما بتتخطف ماجي والسكرتيره بتاعت شكري بيه. انا مش فاهم هو ليه كان مستني كل ده، هم كانوا فاكرينه برنامج الصدمه ولا ايه؟ هوبا بضربه كومبو لارج بيقتل الشحات مبروك 2 بعد ما بيشموا باطه، وبيقدر انه ينقذ الستات. طبعا بعد النمره اللي حصلت دي بيشقط لطفي السكرتيره بتاعت شكري بيه، واللي بتحكي له حكايتها وانها كانت شغاله مع شكري بيه وكل ما كانت بتعمل له شاي كان بيستناها تخرج ويحط لها كوكايين في الشاي. انا الصراحه مش مستغرب من الكوكايين اللي في الشاي، انا مستغرب عشان اول مره اشوف سكرتيره بتعمل 2 شاي، واحد ليها وواحد للمدير، وكالعاده خد منها عزمه تملك هي وماجي السكرتيره التانيه ومشغلهم عنده عبيد تحت رحمته وما بيخليش اي واحده منهم تتجوز. انت الوحيد اللي تقدر تخلصني منه ومن المدعو اللي بشمه ده. طب شكري ومفهومه، الادمان بقى هيعمل لك فيه ايه؟ ولا هو ايه مشاهد ضرب حتى
حتى لو ضرب مخدرات لازم الشحات مبروك هو اللي يقوم بيها. بيقعد زاهر مع ماجي يعرف منها كل خبايا شكري بيه، وبيروح يواجهه بانه عارف كل تفاصيل العمليات بتاعته وعايز يخش معاه في تجاره المخدرات، وبيوافق شكري وبيبدا زاهر يتعرف على التجار اللي بيوردوا الشحنات لشكري. لكن لما بيعرض الفكره على لطفي بيرفض وبيقول له ان السكه دي اخرتها اعدام او مؤبد. لا هنا تقريبا كان بيرجه عشان يفور الافكار اللي في دماغه. بيوصل للباشا اخبار لشكري ان لطفي قاعد مع اسمت، فبيخاف لا تكون بتعرفه اسرار الشغل، فبيأمر البرنس انه يتخلص من لطفي. الاسامي دي الباشا والبرنس امال لو مش تجار مخدرات وقتالين قتله كان بقى اسمهم ايه؟ وفي رساله واضحه من مخرج الفيلم ان شكري بيلعب مع احتان السوق، بيقرروا ان هم يصطادوه بشبكه ويقعدوا يمسحوا رجلهم فيه ويجروه في الشارع، وبياخدوا اسمت على مخزن الهرم. بيكون الرجاله فاكرين ان لطفي مات ولكنه بيصحى تاني. هتقول لي ليه؟ هقول لك لقط شبكه. بيروح لكوثر اللي بتعمل له الاسعافات الاوليه، وبنكتشف ان بعد الهري ده كله بنشه الشمال بس هو اللي اتصاب. بيجي زاهر اللي بيقول له انه اقتنع انهم مش هيتاجروا في المخدرات، وان عرف من التجار اللي بره ان شكري داخل على عمليه هيروين تقيله. المشكله بقى ان بعد ما شرح كل ده واتاثر راح قال له احنا هنعمل العمليه دي بس وبعدها خلاص نعمر جلودنا وبعد كده نشتغل في الحلال. بيطلع لطفي على مخزن الهرم عشان ينقذ اسمت. فجأة بنلاقي لطفي قلع التيشيرت وعمال يمخمط في واحد من رجالة شكري بيه، وما بنعرفش لاخر الفيلم اي حاجة عن اسمت. هل انقذوها؟ هل ماتت؟ هل راحت تشرب كوباية شاي بالكوكايين مع شكري؟ محدش عارف. المهم بنروح لزاهر ولطفي اللي بيخطفوا شحنة الهيروين من شكري بيه، وبعدها بيحاول لطفي يقنع زاهر انهم يسلموا الشحنة دي للبوليس وياخدوا مكافأة. ولكن بتيجي فكرة لزاهر انهم يضغطوا على شكري ويبيعوا له البضاعة، لكن شكري كان ماكرا وخطف ام واخت لطفي وساومهم بيهم. عامل زي الطور الهايج بيقدم لي مامك اختك والعمل لما يهدى هيعرف ان اللي بيعمله ده ملوش نتيجه. ما بدهاش. بيحاول رجاله شكري يكتموا صوت ام لطفي لكنهم بيموتوها بالغلط. والصراحة أنا مش عارف ليه عملوا لها خط درامي من أساسه، كانوا بدأوا بيها ميتة أسهل. بيضرب لطفي الكتاية ويقرر يرجع أمه بنفسه، وبيهجم على عربية واحد من رجالة شكري بيه. يعني بقالك ساعة دايس بنزين والعربية ما بتمشيش ونازل عادي، تشوف فيه إيه؟ طب ما فيش اختراع مثلا اسمه مراية تشوف فيه؟ تقريبا هنا كان عايز يقلب له بطنه عشان يطلع اللي في بطنه ويقول أم أخته فين. ده داخل يضربه ده ولا هيعمل شو الملوخية؟ طبعا العصايه اللي ظهرت فجأة دي عصايه هاري بوتر، مفيش تفسير تاني لظهورها المفاجئ. ما تموت يا عم من بدري بقى، انا زهقت لك والله. انا عايز افهم بقى ايه موقع بلاص العسل ده في مخزن سري؟ ايه اللي وداه هناك؟ وبعدين انت بتحط وشه في العسل عشان يعترف ولا عشان يفطر؟ هم فين؟ ما اعرفش. بص يا صاحبي ده مش هيعترف الا لما تجيب له فطيره مشلتته مع العسل ده. شوف يا اخي سبحان الله، الدنيا زمان كان فيها بركه. ازازه مولوتوف قد كف الايد تعمل الانفجار ده كله. انا الصراحه شفت ناس كتير بتنضرب من الشحات مبروك، بس ده اكتر واحد صعب عليا، مش راضي يظهر اي مقاومه. الراجل مستسلم لدرجه انك عايز تديله 8 اوردر التصوير وتخليه يروح لعياله. اخيرا بيخش ينقذ اخته ومش عارف ليه بيعمل فيها كده. انا قلت هيروح شايلها وحادفها على الارض، وبيضغط على شكري عشان يشتري البضاعه تاني، ولكن بيكتشف ان البضاعه مضروبه وبيخلي الرجاله تدوق وتعمل ريفيو على البضاعه. وهنا بيظهر زاهر ويقول له دي البضاعه الحقيقيه عشان البوليس يمسك شكري بيه متلبس، ونكتشف كلنا ان زاهر في الاخر ضابط شرطه. صدمة كبيرة يا والقلب هيك يعني جاف حيران. ايه الحقيقه في حاجات كتير مش مفهومه بخصوص الفيلم، تحس ان تم زجاجه زجا كده او حشرا في السياق عشان نملى بيها. يعني مثلا ظهور حد زي عزت العلالي في الاول، ليه اصلا؟ يعني ايه الفايده اللي هو عملها؟ ما عليك من الفايده اللي هو عملها، ليه عزت العلالي؟ ما كان ممكن نجيب اي حد اصلا يعمل القصه دي. ظهور عزت العلالي في بدايه الفيلم غريب، زي مثلا وجود مثلا الكماشه دي والبيبه دي قدامي وانا بصور، يعني فاهم؟ مش عارف هل دي منطقية المخرج بقى ولا ايه. كمان السيف ده، بس ده انا بحارب بيه قوى الشر هنا في الشقة. اعتقد ده ليه اهمية يعني عن ظهور عزت العلالي في الفيلم. بص انت اصلا لو ركزت هتلاقي ان يعني فاهم القصة اللي حصلت كلها والشحات مبروك والحبس والسجن والعهدة والقصص اللي دايرة كلها في الاول دي ملهاش لازمة.
يعني كان ممكن تجيب الشحات مبروك مثلا شغال مع الراجل ده، وبعدين بيتعرف على الضابط وبيتفقوا ان هم يعملوا القصه دي وبتخلص على كده. انت عملت مجال من اللا شيء. وبعدين عندي استفسار مهم، يعني ليه الشحات مبروك دايما في مشاهد الضرب بيبقى مصر يقلع؟ هل ده ليه علاقه بكمال الاجسام مثلا؟ يعني نوع من انواع الاستعراض لكمال الاجسام؟ اصل لو هو كده فده لا وقته ولا مكانه. طبعا ممكن الناس تتساءل ليه انا لابس النضاره ال 3 دي لان انا كنت واعد نفسي بتجربه سينمائيه محترمه وهو ما لم يحدث اليوم، ولذلك سأعيد هذه النضاره الى مكانها. ولكن كنت حابب اقترح عليكم حاجه قبل ما اقفل. بالنسبه للافلام اللي بيكون عليها كوبي رايت مثلا، الحاجات اللي هي الجديده او الحاجات القديمه اللي هي الناس مشاهير، ايه رايكم مثلا ان احنا نعملها بس هتكون مثلا عباره عن عرض صور ونتكلم عليها ايه زي ما احنا قاعدين كده؟ لو الموضوع تمام معاكم اكتبوا لنا في الكومنتات، وما تنساش قبل ما تطلع زي كل مره تعمل لنا لايك وشير وسبسكرايب على اليوتيوب، وتستنانا في الملخصات اللي جايه. سلام.